بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال ان شاء الله. كل سنه وحضراتكم طيبين ان شاء الله. النهارده هننسى حيره الفطار والعشاء من النهارده، وجوع ونص الليل كمان هتنسيه كمان بامر الله معانا. هتعملي ايه يا ام يوسف؟ انا كنت قلت لحضراتكم في فيديو من الفيديوهات ان انا جبت القمح. جبت كميه قمح من حبايبنا الفلاحين، كانوا لسه طبعا دارسينه الايام اللي فاتت. جبت كميه قمح محترمه وغسلتها ونقعتها، ونضفتها طبعا من كل اللي فيها، ورحت واخداها على المطحن، رحت طحناها وبقت الدقيق القمر ده اهو. شايفين الدقيق القمر ده كده؟ خلاص انا ده مش منخول يا حبايبي، ده يعتبر دقيق الحبه الكامله، بس مش الحبه الكامله القوي اللي هو قوي يعني. هقول لحضراتكم دلوقتي ليه بقى مش الحبه الكامله قوي. لان هو طبعا المطحن عنده مكانتين، في مكنه بتنزل الرده من ناحيه، والمكنه التانيه بتنزل، هي نفس المكنه بس ليها عينتين، عين بتنزل الدقيق والعين التانيه بتنزل الرده. فانت عايزه تاخدي الدقيق بتاعك تنخليه مره تانيه وتطلعي منه الدقيق الرده، اسفه الرده، اعملي كده. مش عايزه اعمليه زي ما انا هعمله كده بالرده بتاعته الخفيفه. شايفين اهي؟ شايفين ده كده يعتبر دقيق بلدي مش زيرو. خلاص لو انت دخلتيه مرتين ثلاثه هيبقى معاكي الدقيق الزيرو اللي هو بنعمل منه الكيكات والحاجات دي. اما الحبه الكامله دي حاجه تانيه خالص. انا هعمل ايه لما اجي اعمل ان شاء الله دي العيش بتاع الحبه الكامله؟ هخلط الرده اللي الراجل طلعها لي من ناحيه والدقيق من ناحيه، هخلطهم الاثنين على بعض عشان يديكي الحبه الكامله فعلا. لان هي الحبه الكامله دي بتبقى عباره عن قمح، القمح اللي هو الغله بتاع البليله. القمحيه دي لازم تطحن كامله وتنزل كامله عشان تبقى تديكي الحبه الكامله. خلاص ده موضوع طويل ويطول شرحه، مالناش دعوه بيه النهارده. احنا النهارده هنعمل شويه قرص حلوين، بس انا قلت شويه عشان حبايبنا قالوا لي فين اغاني رمضان. كنت وقفت شويه اغاني رمضان، بس رجعت حبايبي اللي طلبوها مني رجعتها تاني عشان قناتنا طبعا رمضانيه. لكل اللي بيقول لي انت ليه بتحطي زينه رمضان واغاني رمضان، عشان القناه دي رمضانيه يا قلب اخواتي، يا اخواتي، يا قلبي، يا قلبي معلش اعتذر. فتعالوا بقى عشان ما نتكلمش كتير، انا هعمل النهارده حبه قرص حلوين شويه. اعمليهم فريسكا، اعمليهم بريوش، بصي سميها اللي تسميه، هي العجينه دي هتمشي معاكي في اي حاجه. تعملي منها باتيه، تعملي منها كرواسون، بصي اي ما تتخيلي تشكيل هتعمليها من العجينه دي. نركن بس دلوقتي العجينه دي الدقيق على جنب، وتعالى اقول لك المقادير السائله بتبقى عباره عن ايه. اول حاجه اصلا شويه الدقيق دول عباره عن ايه؟ دول 7 كوبايات يعادل الكيلو. 7 كوبايات من الكوبايه العاديه جدا اهي. شايفين عشان بس ايه اهي الكوبايه دي الكوبايه دي موجوده في كل البيوت المصريه والله، وكمان العربيه. كل الناس دلوقتي بقت عندها الكوبايه القمر دي. 7 كوبايات منها ويعادل كام كيلو. خلاص نركنه بقى كده على جنب، وتعالوا بقى اوريكم الخلطه القمر دي. بصي حكايه من الاخر. انا كنت جايبه كميه لبن محترمه ما شاء الله يعني اللهم بارك. شلت جزء منه في التلاجة، الجزء الكبير طبعا اللي اشتغل في التلاجة، ونسيت الكيلو ده على المطبخ. تعالوا اوريكم اهو عشان نبقى كل حاجه على نور مع بعض. ده كان كيلو لبن اهو يا حبايبي، ونسيته بعد ما غليته نسيته. الجو حر طبعا، من حضراتكم شايفين الجو عامل ازاي. ربنا يرحمنا يا رب ويجرنا من نار جهنم يا رب، اللهم امين. فالمهم قلت بقى بدل ما خلاص بدل قطع خساره، انا من النوع اللي ما برميش حاجه. خلاص حتى لو مش هعمل بيه القرص كنت هعمل ايه؟ هغليه غلوتين 3 لحد ما يقصر شويه واحطه في المش. خلاص حبايبي انا ما برميش حاجه لله الحمد. هتعملي ايه يا ام يوسف؟ مش هعمل حاجه خالص غير كده. الله اعظم العز والرزق. هرجع لكم بعد الاذان حبايبي. رجعنا حبايبي بعد الاذان خلاص. بصوا بقى هنعمل ايه. اللبن اللي راب مني اهو، مش هيجرى له اي حاجه اهو. شايفين حتى شو ما شاء الله عامل ايه. عايزه اقول لك ان ده هيخلي معاكي حته العجينه او حته القرصه او ايا كان اسمها ايه. بصي في حته تانية، هي اولا هتاخد معاكي كوبايتين ميه ان شاء الله. خلاص احنا مبدئيا كده انا بحط لها دايما، بحط ل7 كوبايات دي كوبايه ميه. خلاص تعالوا نحط ايه معاهم كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. بيضه، بسم الله. اعملي بقى بيض، اعملي جربي بس الطريقه دي وهتدعي لي بامرك انت يا رب، هتدعي لي ان شاء الله دعوه حلوه من قلبك كده ولكم بالمثل. عليها ورقه فانيليا. عندك بيضتين تاني حطي عادي، يعني بيضه او 2 حطي عادي جدا مفيش مشكله. هنعمل ايه تاني؟ بسم الله. هقطع دي بس كده، هنعملهم كمان واحده خميره اللي هي الكيس ده، باكل خميره ده العادي دوت، حوالي معلقه كبيره الخميره دي. هتحطي ايه تاني يا ام يوسف؟ هنحط واحده بيكنج باودر، بس مش هحطها هنا بقى. تعالوا الاول نحط ايه؟ شويه خل صغيرين ما يعادل معلقه صغيره. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده، بس عشان زفره البيضه ما تبانش اصلا، بس ان شاء الله مش هتبان معاكي. خلاص تعالوا بقى خلي ده هنا على جنب، هقلبه دلوقتي. بس تعالوا نرجع هنا عشان ما نتوهش من بعض. هنحط اول حاجه ذره ملح كده حلو،
بين صوابعك كده شويه ملح حلوين. خلاص هتحطي كمان معلقتين سمسم. بسم الله الرحمن الرحيم. السمسم بيبقى حلو قوي في المخبوزات اللي زي دي، انا بحب احط السمسم فيه عامه. خلاص هنحط كمان نص معلقه كبيره بيكنج باودر اهو. الكيس ده اصلا معلقه كامله، الكيس البيكنج باودر ده بيبقى معلقه، هناخد نصه بس كده. خلاص هنحط كمان كام معلقه سكر، هنحط 5 معالق سكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، 1 ملوش تاني، 3 4 5. عايزه تقللي السكر لو هتعملي فيها جبنه عادي جدا، ممكن تحطي يا 3 يا 4، كده كده اصلا الطعم ما بيبانش، بس هي ايه لما بتيجي تاكلي القرصه لوحدها او حته الفطيره دي لوحدها بتديكي كده طعم اللهم بارك، بتبقى طعمها لذيذ كده وعسل كده ما شاء الله. هنقلب بس كل الكميه دي كده مع بعض. بسم الله، ندخل كل حاجه مع بعض. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لي احلى لايك من ايديكم. الف صلاه وسلام عليك يا رسول الله. تعالوا كمان هنعمل هنا ايه، بس اقول لكم كمان ان احنا معانا كمان نص كوبايه سمنه على زيت، نص كوبايه سمنه على زيت، ما تكتريش عشان ما تبقاش مدهننه وانت بتاكليها. خلاص اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. همسك كل بقى الحاجات اللي عملناها دي هضربها ضربه حلوه كده مع بعض. الجو حر، ما تسخنيش الميه ولا تدفيها ولا الكلام ده كله، الجو حر مش مستحمل. هو شويه الميه حلوين من حنفيه واللهم بارك كده حلوين. لو هتعمليها بميه، مش هتعمليها بميه خليكي زي حالاتي كده وشويه اللبن اللي ربوا عندك اعمليها. والله عايزه اقول لحضراتكم انا زمان لما ما كنتش بيبقى عندي طبعا اللبن الرايب كنت انا اللي بروبه بنفسي. والله حتى كانت في واحده بتضحك عليا بتقول يا لو يا يوسف انت بتروبي اللبن عشان تعملي بيه قرص؟ ليه لا، انا بحب اعمل كده. قالت لي بتروبيه ازاي؟ قلت لها بمعلقه خل يا ستي، ما فيهاش اي حاجه، كل الناس عارفه قصه معلقه الخل اللي بتروبي بيها ايه اللبن. حتى لو احنا عايزين نعمل جبنه برده بنروبه بالمعلقه الخل. تعالوا نسمي بقى بالرحمن ونعمل بالمعلقه كل الحاجه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السمنه دي خليها في الاخر، او ممكن نحط نصها في الاول ونصها في الاخر، بس انا عامه بحب الم بيها العجينه، ما بحبش احطها في اول العجين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انزلي كل حاجتك كده مره واحده. نزلي كمان الخميره اللي هنا على حوافر العلبه بتاعتك كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايزه اقول لكم الفطيره دي والله يا جماعه اللي هتجربها والله ما هتنسى طعمها وجمالها. يعني انت بقى ان انت ساعات هم عيالك كل يوم عايزين نفطر، عايزين نتعشى، وكمان سيبك ان عايزين نفطر ولا نتعشى، الواحد مش قادر ياكل طعميه وفول في الجو ده. خلاص حبايبي والله بجد الجو ده مش متحمل فعلا، الجو حر جدا يعني ربنا يرحمه. ممكن بقى في اللحظه دي خلاص هي كده محتاجه تاني يا ميه يا لبن. ممكن يا تحطي بقى اللبن اللي عندك اللي رايب يا تحطي ايه ميه. انا عندي طبعا اللبن بتاعي هحطه خلاص اهو اللي هو الراب بتاعي ده، هحط منه شويه وهبدا اعجن تاني واشوف هتاخد معايا قد ايه. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. قلبي كده بقى وايه بالمعلقه كده لمي كل عجينتك، وبعد ما تتلم بامرك انت يا رب. اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. عايزه اقول لكم ريحه الدقيق ده تختلف 100 بصوا 180 على مليون درجه من الدقيق الابيض العادي. ريحته حكايه، ريحته الله اكبر عليه، تحفه بجد. اهو لمي بس كده الدقيق، خوفي الدقيق كده عشان ما يبانش معاكي، وهتبداي تلميهم بايديكي بقى. او انا اقول لك على حركه حلوه، لو انت مش حابه تفضلي تعجني وايديكي توجعي هتمسكي المعلقه كده وهتلمي كل الدقيق، بس اهم حاجه ما يكونش فيه دقيق. هي كده ايه عايزه شويه تاني وهسيبها وهرجع اكملها بعد شويه. شايفين القطع اللي هي رابط اهي، شايفين دي بتخلي بقى العجينه كده دي اللهم بارك ريحتها وطعمها عسل اهي. انا كده خلاص خبيت كل الدقيق، هعمل ايه هسيبها بقى ايه 10 دقايق كده وارجع كاني فضلت اعجن فيها ربع ساعه وانا ما كنتش اصلا هلمسها اهو. بس انا هلمها قدامكم بس عشان تعرفوها وتشوفوا شكلها المنعكش ده اهو، وهرجع اوريها لكم برده وانا لسه بعجنها تاني. شايفين شكلها عامل ازاي منعكش جدا ومفركش وكل حاجه. مش هعمل غير ان انا هنزل اللي في المعلقه كده ومش هعمل حاجه خالص وهسيبها قيمه ربع ساعه او 10 دقايق كده وارجع لها. اجي ماسكاها تاني هغطيها بس وارجع لها واعمل ايه هلمها بقى مش هعجنها، هلم بشويه السمنه على الزيت دول. خلاص استنوني بقى. بصوا بقى حبايبي خلاص اهو انا رجعت تاني بعد ما عدى عليها حوالي 10 دقايق مش هعمل اي حاجه. شايفين زي ما سبتها لكم اهي، شايفين دي بقى هلمها دلوقتي. اللهم بارك هتلاقيها حاجه كده من الوصف كده عسل من الوصف يعني. بصوا اهي ده معلقه سمنه، مش معلقه بقى نص معلقه، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله الحمد لله ما اعرفش انا باين، نص كوبايه زيت على سمنه، يعني الربع والربع، نص كوبايه زيت على سمنه. قلبي بس كده عشان السمنه تطلع لفوق، سمنه بلدي سمنه نباتي سمنه بصي اي حاجه
اي سمنه عندك. بس انا بعمل ايه، دي السمنه اللي انا محولاها من سمنه نباتي لسمنه بلدي. الحبايب اللي عايزينها ان شاء الله نعملها تاني على القناه دي، عشان كنت عاملاها في اللي قبل كده، ان شاء الله نعملها تاني. ما تكتريش سمنه على زيت علشان خاطر ما تبقاش مدهنه معاكي زياده عن اللزوم. هتعملي ايه، همسكها بقى كده هديها بوكسين حلوين. اي حد متضايق يجري يعمل شويه فطير كده او شويه قرص ويديله بوكسين، هيلاقي نفسه بطل ايه، مش هيبقى متضايق. هجيب كده الفطير العجينه بتاعتي اقلبها، اخلي اللي تحت فوق اللي فوق تحت، اجي اعمل كده وهعمل كده. شايفين اللهم بارك، كاني قعدت اعجن فيها ساعه كده مثلا اهي، ولا انا اصلا ما لمستهاش، زي ما سبتها مع حضراتكم رجعتوا شفتوها اهي معايا. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. لمي بقى كده اهو، ودخلي فيها الماده الدهنيه حلو، وخليها كده تطلع معاكي ملبن وعسل. انا بقى ايه، انا مش هفضل اعجن قدام حضراتكم، لان انا اصلا ما بقدرش اعجن اصلا وانا واقفه. فانا هعمل ايه، هاخدها دلوقتي على الارض وهديها لتتين حلوين كده بهمه ونشاط، عشان انا مش قادره خالص، عشان المطبخ عالي على دراعي، انا ايه مش قادره خالص. وهرجع اوريها لكم بعد ما نلمها خالص. خلاص حبايبي استنوني بقى اهو. شايفين بسم الله ما شاء الله لميتها، شايفين العجينه عامله ازاي اهي، شايفه جمال العجينه، الله اكبر عليها، ولا بتلزق ولا فيها حاجه. شايفه حتى بايديا الناشفه، حتى شايفه اللي انا كنت عاجنه بيها ما فيهاش اي حاجه. شايفين اهي، شايفه الجمال اهي، شايفه اهي، الله اكبر عليها عجينه. بصي من الاخر جربيها واعمليها بنفس التكات كده والحركات بتاعتنا، وان شاء الله وامشي على المقادير صح هتطلع معاكي اللهم بارك زي العسل. خلاص اهي، هحطها بقى في الطبق بتاعنا شويه صغنطاطين كده تخمر على حسب بقى الجو عندك تخمر بقى بعد ساعه بعد نص ساعه هي ونصيبها. هحطيها بحاجه تاني تقيله واسيبها هنا على المطبخ لحد ما تخمر، وارجع اوريها لحضراتكم وانا بقرصها. تعالوا بقى بعد ما العجينه تخمر، تعالوا نشوف ايه شويه اللبن بتوعنا الحلوين اللي كنت حطاهم في التلاجة. غليتهم، انا بجيب الكميه دي يا حبايبي كل اول شهر. خلاص، فانا بما ان خلاص بقى اول الشهر على الابواب، انا بجيب دلوقتي اللبن بتاعي وبغليه غلوه كويسه، وبسيبه على المطبخ يبرد خالص. بعد ما يبرد نهائي ما يبقاش سخن خالص، اجي بقى مدخلاه التلاجة. يعمل ايه، اسيبه تاني يوم بقى اجي ماسكه اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، القشطه بتاعته كده زي ما حضراتكم شايفين الجمال اهي. شايفين تلمي كده القشطه كلها دي كده، بتعملي بيها ايه موسى، دي بعمل منها سمنه بلدي اهي. شايفين الله اكبر على الجمال، شايفين اللهم بارك. اعمل منها السمنه البلدي، اعمل منها قرص، اعمل منها سندوتشات اهي كده. شايفين، جيبي بقى علبه كده وحطيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، لميها كلها ما تسيبيش ولا فتفوته اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، هاتي كل اللي في الجناب ده كده، اوعي تسيبي اي فتفوته. كلها دي سمنه بلدي وقشطه، حاجات كده عليه عسل. بس اهم حاجه تجيبي من الكافيتيريا بتاع اللبن، من لبان محترم يعني. خلاص، دول كام كيلو، دول 4 كيلو او 3.5 مش فاكره بالظبط، عشان انا كنت طبعا مخليه بره لبن. العيال عملوا منه ايه حاجات يعني، عملوا شاي بلبن كده. نزلي كله كده اهو. المقصوصه دي بتلم كل اهو، شايفين بتلموا معاكي كله. تعالوا بقى ننزل البواقي دي بالمعلقه. لا ناخد الاول ده كده بالمعلقه حوالين داير كده، وبعد كده ايه استضيهم بالمقصوصه عشان مش عارفه تجيبهم بالمعلقه. نزلي كده كله كده. تعالي بقى نجيبهم بالمقصوصه اهو. يلا اهو هنصطادهم كلهم كده زي الفل. شايفين اهو، دي كلها يا جماعه دي بتتعمل سمنه بلدي اهي، ما تسيبيش حاجه. دي بعملها سمنه بلدي، بتبقى احلى من اللي بتشتريها من بره. خلاص، نعمل ايه بقى في الباقي ده، هنمسكه دلوقتي نعبيه في اكياس، نحط على عدد الاكله يعني. كل اكله هتعمليها هتيجي حاطه في كوبايه يعني. امسحها بس كده اهو، كيس تحطي بقى في كل كيس كوبايتين 3 على حسب ايه ما انت عايزه تطلعي وقت ما تحتاجي يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بس الكوبايه بتاعتنا القمر دي كده، بسم الله اهو. هحط انا هنا في كل كيس هحط كوبايتين. حابين نشرب شاي بلبن نعمل، عايزه اشرب حلبه باللبن هعمل، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. نعمل ايه تاني، عايزه اعمل صينيه كيكه اطلع منه الكيس دوت يعمل لي مثلا صينيتين كيكه. عايزه اعمل بشاميل اخد كيس الشوربه على كيس اللبن دوت برضو. بصي كل حاجه زي الفل كده معاكي، يعني خليكي كده صاحيه ومركزه ان انت لازم توفري في الايام اللي احنا فيها دي. توفري الايام دي، عايزه التوفير. شوفي التوفير بيجي منين واجري وراه واعملي
الصح معانا. خلاص اهو، بتوفر علينا كتير الحركه دي، كأنا يعني كميوز. خلاص بتوفر عليا الفطار كل يوم، العشاء. لو عايزه اعمل المكرونه بشاميل طبعا انا عندي الشوربه وريتها لحضراتكم في فيديو الفليزر. كل الحاجات دي بتنفع في البيت يا حبايبي والله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي وحطوا لي لايك حلو من ايديكم، دعوه من قلبكم، ولكم بالمثل حبايبي. شايفين اهو، هعبي بقى كل الكميه اللي حضراتكم شايفينها دي كده في الاكياس، زي ما يطلعوا لي بقى، يطلعوا لي كيسين، يطلع بتاع ده يطلعوا لي كيسين. زي ما يطلع لي 5 اكياس 10 اكياس، زي ما ربنا ايه يأذن. انا بعبي في كل كيس كوبايتين بس، مش اكتر من كوبايتين. عيالك عايزين يفطروا الصبح، هتقومي على طول سحبه الكيس وحاطه على الكيس اللبن ده. لو انت مثلا اسره 4 افراد مثلا وعايزين تفطروا، الكيس ده هتحطي عليه كوبايه لبن تاني، كوبايه ميه اقصد، كوبايه ميه، وتحطي عليه شويه شاي، وتيجي عامله احلى شاي بلبن مع القرصتين الحلوين اللي احنا عاملينهم. بصي وانسي بقى، فطار ملوكي، بدل ما تروحي تجيبي طعميه تحرق قلبك على الصبح في الحر اللي احنا فيه ده، ولا فول، والواحد ما عادش ليه نفس اصلا. مفيش نفس خالص اليومين دول الواحد لا ياكل لا فول ولا طعميه، الجو حر والحاجات دي تقيله جدا بجد، مش قادرين صراحه يعني. ربنا يرحمنا ويعدي اليومين دول على خير. عايزه اقول لحضراتكم النهارده الصيام على قد الواحد ما كانش حاسس باليوم، على قد العطش اللي كان فيه بجد يعني. الحمد لله، وربنا طبعا هو اللي بيصبر. الحمد لله. كل سنه وحضراتكم طيبين. قولوا لي بقى في الكومنتات مين اللي صام النهارده. النهارده كان يوم عاشوراء، مين صام النهارده؟ تعودنا عليه من زمان، بحب اصوم اليوم ده، جميل جدا. في تكفير سنه فاتت وسنه جايه يعني، ربنا يكفر علينا كل حاجه وحشه يا رب، ويرزقنا الخير كله يا رب، اللهم امين. ممكن ده احط فيه كوبايه ثالثه علشان اعمل منه في يوم مكرونه بشاميل. تعالى بس كده اهو. هو انا ممكن اطلع كيسين على بعض، بس بقى بدل ما اعمل 4 اكياس خليهم ايه، كيس واحد كفايه كده اهو، زي ما حضراتكم شايفين. عايزه اقول لحضراتكم الحاجات دي كلها بتوفر في ايه؟ بتوفر في المصروف. لما تنزلي كل يوم تشتري لك كيلو لبن، لا ما تعمليش كده، امسح بس كله ده كده. جبت طبق علشان خساره اللبن اللي بينزل ده، يبقى نعينه ونشيله ونحطه تاني. بدل ما كل يوم تروحي تجيبي كيلو لبن ما بيطلعش معلقه حتى وش قشطه يعني، لا هاتي كميه على بعض زي ما انا بعمل كده وحطيها في الفريزر، هتنفعك جدا في كل وقت. كل وقت نفسك تعملي حاجه حلوه هتطلعي الكيس، نفسك تعملي عصير هتطلعي الكيس، فطار عشاء هتطلعي الكيس، كله كده بامر الله هيبقى زي الفل معاكي. هكمل بقى كميه مع نفسي عشان انا هطول الفيديو كده وانتوا هتزهقوا. خلاص عملت كل الكميه يا حبايبي، ودومت بقى هخليهم عشان لما تطلع بقى القرص ان شاء الله يتعشى منهم. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. هعمل ايه تاني؟ تعالوا بقى شوفوا. هنا كان باقي معايا شويه عاشوره من امبارح، اللي انا عملتها طبعا ونزلتها لكم النهارده. كان النهارده ايه، النهارده الخميس يعني، انا نزلتها لكم الصبح. بصوا بقى باقيين شويه معايا. انا عملت طبعا كميه محترمه وشلت في الفريزر حبه حلوين، بس شايله في الفريزر بليله صافي، ما حطيتش فيها لبن خالص. دي بقى بقيه العاشوره بتاع امبارح. خلاص كنت عامله للعيال بقى امبارح، وقلت بعد الفطار النهارده كل واحد ياخد طبقه. عايزه اقول لكم كانت تحفه اللهم بارك. دي بقى معايا اهي، شايفين؟ اللهم صل على سيدنا النبي. همسك اعملها فيها ايه، خلاص بقى ما حدش هياكل تاني. عندي في الثلاجه خلاص، وعندي في الفريزر عندي كام طبق يعني باقيين في الثلاجه، وعندي في الفريزر كمان. فدي بقى ايه، هنزلها دلوقتي كلها في كيس واحد كده، وقت ما حد يكون عايز ياكل هطلعها كلها على بعضها واجي اعملها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كده الكيس معايا عاشوره كامل مكمل جوه الكيس هنا اهو. عشان بس ننزل كل اللي جوه ده عشان خساره، ده حلو خساره. ما تسيبيش اي حاجه، اوعي تقعي انت بس، خليك زي انت كده بس اوعي تقع. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. لمي كل الحاجات القمر اللي جوه دي، شايفين؟ خساره خساره اهو. بس كفايه كده. ده بقى ما بحطش فيها نشا خالص زي ما شفتوا امبارح الفيديو. النهارده يعني نزلت لكم النهارده الصبح، النهارده كان الخميس الصبح. خلاص وانا النهارده بعد الفطار، النهارده انا بصور كده بعد الفطار حبايبي. لو عايزين طبعا الفيديو بتاع العاشوره ان شاء الله نزله لكم في صندوق الوصف. ده كده كيس على بعضه، بس ايه بططيه بقى اهو. خليه كده مبطط علشان خاطر لما تيجي تطلعيه ما ياخدش معاكي وقت ولا مساحه، ولا مساحه في الفريزر يعني. خلاص تعالوا نقص بقى ده ونركنهم كده على جنب لحد ما نخلص القرص القمر بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه دلوقتي. هتعملي ايه تاني يا يوسف دلوقتي؟ هقول لكم.
انا عندي كميه الدقيق اللي قلت لحضراتكم ان انا رحت طحنتها. تعالوا نعبيها مع بعض دلوقتي واقول لكم انا بحتفظ بالدقيق فين، عشان طبعا الجو حر ما ينفعش نسيبه بره فتره طويله عشان طبعا ما يسوسش او يدود. ايه ده؟ حد يقول لي هو الدقيق بيدود؟ اه والله بيدود. اللهم احفظنا. كنت مره ما كانش عندي دقيق وبعت جبت من بره دقيق لقيته استغفر الله العظيم يا رب مدود كله، فما قدرتش استخدمه صراحه فرميته خالص، ما قدرتش. بصوا بقى الحتت اللي بتبقى دي، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، اوقات كتير بتبقى حتت صغننه ما بعملش بيها حاجه، اما الحتت دي هي دي حتت كبيره شايفينها اهي، خساره ما ترميهاش. الحتت اللي زي دي كده اوعي ترميها اهي. تعملي بيها ايه؟ باجي اقصها من هنا اهي، بجيبها كده من هنا. اوعي ترمي اي حاجه، احنا في ايام ما يعلم بها ربنا، ما ترميش اي حاجه خالص. الحاجات دي هتنفعك في كل حاجه. فكري بس كده وظبطي مخك وانت بتفكري، هتلاقي كل حاجه طلعت معاكي. يعني شغلي مخك يعني. خلاص اهي. هتيجي تعملي تفرزي مثلا فراخ او بانيه او كبد او اي حاجه في الفريزر، هتجيبي طبق الفل هتحطي دي من تحت، دي في طبق الفل كده من تحت، عشان ما ينفعش تلمسي الاكل بطبق الفل. وبين كل رق ورق اي حاجه عايزاها تحطي كيس. خلاص انا بعمل كده في الاكياس دي، مش برميها اهي. لكن لو كيس صغنن بقى حته صغننه قد كده لا ما بتعملش اي حاجه طبعا، برميها خلاص. لكن دول طبعا بفردهم كده زي ما حضراتكم شايفين، فرده حلوه كده على بعض، واجي لفاهم برده بعد ما اخلص الفهم كده اهو. شايفين؟ والله يا حبايبي كل حاجه لو شغلتي دماغك هتلاقي نفسك وفرتي على نفسك كتير. اللي هتشتري من بره حاجه ولا بصي، كل حاجه هتلاقيها في قلب بيتك اهو. ما ترميش الكيس، حتى الكيس اللي بنجيبه بتاع الرز والمكرونه والحاجات دي من بره انا مش برميه، انا بغسله وبنعيد ترجيعه تاني، اللي نحط فيه حاجته حاجه تاني، اي حاجه تاني بنغسله ونرجعه تاني. ايام زمان امهاتنا كانوا بيعملوا كده، كنا بنغسل الاكياس ونعلقها على الحبال بالمشبك وكانت بتنشف اهو. دول بقى بحتفظ بيهم في درج التربو او درج الخزين اللي انت بتخزني فيه، وتعملي فيه بقى زي ما قلت لحضرتك كده. كل راق تحطي منه كيس، بانيه بقى، فراخ، اي حاجه، اي حاجه انت بتخزنيها وعايزه رقات للبانيه والحاجات دي والناجتس والكلام ده كله. خلاص اهو. تعالوا بقى نجيب الدقيق ونرجع تاني. تعالوا بقى شوفوا انا طلعت كل الشوال قدام حضراتكم اهو عشان اوريكم. انا هعمل بالكوبايه دي اهي، هعمل في كل كيس 7 كوبايات، بس الكيس الكبير ده هعمل فيه طبعا 14 كوبايه عشان ابقى عارفه ان ده فيه 2 كيلو دقيق اعملهم مره واحده. هبقى عارفه ليه المعيار، عشان لما اطلع اي كيس عشان اعمل اي قرص او اي عيش او اي حاجه انا عايزاها ابقى عارفه المعيار بتاعي قد ايه اهو. شايفين معايا اهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هعاير هنا 14 كوبايه. 14 كوبايه بيديكي كام قد ايه؟ 2 كيلو دقيق. بس هدي كده عشان ينزل كله، بس ما تعرميها، ما تجيبيهاش بمعلقه وتكبسيها. خلاص اهو. ده الدقيق يا حبايبي اللي طحنته طبعا زي ما قلت لحضراتكم ان انا طحنته في المطحن. خلاص تملي كده الكوبايه ادي كده قلنا 3. بسم الله الرحمن الرحيم. 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلوا على سيدنا النبي. وانت طول ما انت واقفه في المطبخ كده صلي على النبي واذكري الله كتير، هتلاقي ربنا بارك لك في كل حاجتك. كده 5 5 6 6. ادي كده اول كيلو اهو، السبع جاي اهو كده كيلو. خلاص بس الكوبايه طبعا ما تفرمهاش قوي اهي كده كده. ادي كده اول كيلو، كده كيلو. هحط كمان كيلو تاني وهعمل بقى كل الكميه دي كده في كل كيس هحط كيلو. لكن في كيس كبير ده عشان كبير انا مخليها ده هعمل منه العيش ان شاء الله، ابقى عارفه ان هما 2 كيلو. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم الدقيق ده بقى ما تلبسيش اسود، ربنا ما يجيب اسود ابدا يا رب. البسي اي حاجه ملونه كده بس. كده كده بعد ما تخلصي بقى هتعملي ايه؟ هتاخدي دش حلو اهو. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كده 3 3 4. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. 5 6. انا بقى هعمل كله ده لوحدي عشان ما اطولش عليكم الفيديو، لان احنا لسه ما عملناش القرص عشان ما حدش يزهق اهو. لان انا اصلا ما بحبش امنتج، انا بحب اتكلم كده على طول كده. خلاص بس ايدي دي كده اهو. انا رجعت رحت المطحن تاني. انا ساعه ما كنت راجعه من المطحن كنت كده برده، كان هدومي كلها كده. ادي كده اول كيلو اهو، اول 2 كيلو، اول 2 كيلو اهو. هكيسهم كده. هتحطيهم فين يا ام يوسف؟ هقول لك حالا، بس اكيس وارجع تاني لحضرتك هوريكي الحاجات اللي كيسناها، بس عشان ما اطولش عليكي الفيديو اكتر من كده. بصوا بقى حبايبي شايفين عملنا ازاي؟ شايفين المنظر؟
انا كيست كل الكميه بتاعتي، بس سبت بقى شويه على جنب كده في قلب الشوال ان شاء الله عشان اعمل بيهم عيش كلهم كده مره واحده على بعض في يوم، بس من غير تصوير. التصوير ان شاء الله هصور معاكم كيلو دقيق واحد بس، عشان خاطر ايه مش هينفع نقعد نصور مع بعض كل الكميه دي. فبسم الله ما شاء الله انا هحتفظ بيه فين بقى، عشان حبايبي اللي هيسالوني انت هتحطي الدقيق بتاعك كل الكميه فين، اللهم بارك. هحطها في درج التلاجة. درج التلاجة بتاعي بسم الله ما شاء الله يعني حلو واسع، مش نوعا ما مش ضيق قوي. فانا بعمل ايه، باجي جنب كده من الاجناب بتاعته بقسمه نصين صراحه. احط النص فيه الحاجات اللي انا بشيلها رمضان، والنص التاني هحط فيه شويه الدقيق. ما فيش مكان طبعا في الدرج، طبعا اكيد مش هياخد كل كميه الدقيق والحاجات اللي بنشيلها رمضان. كل سنه حضراتكم طيبين. اخر رف خالص في التلاجة من تحت اللي هي بتبقى فيه حته واسعه كده، دي برضو هعمل ايه، هجيب قماشه علشان لو في اي رطوبه في التلاجة تمتصها طبعا، او اي ميه نزلت ما تجيش على الدقيق خالص. بس انا كده كده قافله الكيس بتاعي كويس جدا. هجيب فوطه مطبخ زي كده، الفوطه دي بتعاني معايا بس داخله معايا في كل حاجه بسم الله ما شاء الله يعني حلوه. ان شاء الله هجيب منها النوع ده طلع حلو قوي، هجيب منه 2 تاني ان شاء الله في رمضان الجاي ان شاء الله. في مشتريات رمضان هجيب منها 2 تاني. هجيب قماشه فوطه زي كده واجي فرشاها في الحته اللي تحت بتاعه التلاجة اللي قلت لحضراتكم عليها، وهبدا ارص واحد ورا التاني كده، واحد فوق التاني اهو. مش بيجرى له اي حاجه، هيقعد معاكي والله ان شاء الله يقعد معاكي سنتين مش هيجرى له حاجه. انا متعوده كل سنه لما بجيب مخزون القمح بتاعي بعمل كده، بطحنه كله بسم الله ما شاء الله مره واحده، لانه مش هينفع كل يوم والتاني اروح المطحن اطحن 2 3 كيلو. لا انا بجيب الكميه على بعض بغسلها على بعض، اللي هي حبه القمح الكامله اللي هي الغله بتاعت القمح بتاعتنا دي اللي بنعمل منها البليله، بجيبها واغسلها غسله محترمه واخش بقى افرشها فرشه كبيره كده في حته حلوه، يا دوب تتهوى وتنشف سنه، وبعد كده اعبيها في الشوال بتاعها واطلع على طول على المطحن. بس لازم تبقى منديه، اوعي تطحني الدقيق القمح هو ناشف خالص مش هيديك نتيجه حلوه. ده الراجل بتاع القمح بتاع المطحن هو اللي قال لي الكلام ده كله. فبعد ما بطحنه برجع على طول على البيت، اجي ايه عامله ايه عاملاه كده يعني مكيساه وحطاه في التلاجة، مش بيجرى له اي حاجه، بيقعد معاكي من السنه والاثنين والثلاثه لو في التلاجة مش هيجرى له اي حاجه. بره التلاجة عشان تبقي عارفه يعني ما ترجعيش تقولي يا ريتني بيسوس ويدوت. خلاص انا قلت لكم كل ما يخص الدقيق بتخزينه فين وبتعملي بيه ايه. هتعملي بيه كل حاجه. الدقيق دوت هو ده الصحي اللي الناس كلها بتتكلم عليه دلوقتي، اللي هو بتاع الحبه الكامله، اللي هو الدقيق بتاع القمح اللي لسه مطحون في القمح حالا. ما تروحيش تجيبي لي من عند العطار قمحايه مش يعني منزوع منها كل حاجه وتقولي لا دي حبايه القمح الكامله. لا خدي بالك، عشان في دلوقتي من كتر الكلام على الحكايه دي فبيجيبوا اي حاجه وخلاص وبيبيعوها لاي حد وبيبيعوها برقم غالي. فخدوا بال حضراتكم لو انتوا ناويين تعملوا دقيق الحبه الكامله، انزلي اسواق اللي هي السوق العادي، هتلاقي مع حبايبنا الفلاحين قاعدين كده بيبقى معاهم الجبنه والرده والملوخيه الناشفه والقمح والدقيق قولوا معايا اللهم صل على النبي، بيبقى معاهم عجوه وذره، كل ده بيبقى معاهم طبعا، وتوم وبصل. الحاجات دي كلهم بيبقوا جايبينهم حبايبنا الفلاحين من بيوتهم وبيقعدوا يبيعوها. هاتوا من الناس دي الحاجات بتاعتهم بتبقى حلوه ومضمونه وبيجيبوها من قلب بيتهم. خلاص بيبقى معاهم كمان كشك، انا بجيب منهم كمان الكشك بعد ساعات منهم لما بلاقيه في السوق يعني كشكه نظيفه وحلوه بجيب منه. يا رب كده اللي انا قلته لكم على الدقيق يكون عرفتيه وظبطتي دنيتك فيه. جبت هنا بقى البرطمان ده مليته كده علشان وقت محتاج اي معلقه للبشاميل او للمهلبيه او اي حاجه يبقى جاهز عندي في البرطمان زي الفل اهو. ما بنخلش الدقيق ده، ما بنخلوش خالص يا جماعه، معمول قدامي مطحون قدامي. خلاص هركن بقى ده على جنب واروح اجيب العجينه بتاعتنا عشان خلاص تلاقيها خمرت نقرصها مع بعض. بصوا بقى حبايبي اهي بسم الله ما شاء الله بعد ما خمرت شايفين اهي اللهم بارك. انا طبعا عينتها من قدامكم من هنا عشان كنا بنعبي بقى الدقيق واللبن والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. شايفين بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله عامله ازاي ولونها مصفر كده، الله اكبر عليها، ريحتها تحفه قلب المكان. بقى عايزه اقول لكم بقى تعالوا نشكل بقى. اول حاجه انا هعملها عايزه اعمل اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله، هعمل ايه ده انت الصينيه معاكم اهي شايفين دي مدهونه اهي ما شاء الله عليها اهي. وهعمل دي كده وهنعمل هنا ايه، دي هعملها خليه نحل. عايز تعمليها بالجبنه اعمليها، عايز تعمليها بالشوكولاته اعمليها، عايزه تعمليها ساده زي ما هعملها اعمليها. هنعمل بيها وناكلها ساده ازاي، ممكن تاكلي بيها شاي بلبن، ممكن بعد ما تخلصيها تيجي رشه عليها كده شربات من على وشها مفيش مشكله، ممكن بعد ما تخلصيها تعملي مهلبيه شوكولاته كده حلوه وسط مش لا تخينه قوي ولا يعني خفيفه قوي، وبعد ما تخلصيها تحشيها من ورا تحطي لها يعني كده بالبله تعملي
تحطي المكونات بتاعتك اللي عملتيها، اللي هي الشوكولاته دي، حطيها في كيس الحلواني واعملي الفتحه من تحت كده وتيجي بازقه فيها، هتتملي وتبقى معاكي ما شاء الله خليه نحل بالشوكولاته. كل حاجه بس شغلي دماغك هتلاقيها معموله معاكي بامرك انت يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. هاخد كده بسم الله بسم الله، هاخد كده قطع صغننه اهي. شوفوا البيضه الصغننه او بتكبر على الليمونه الصغننه الكبيره شويه اهي. شوفي لو في ليمونه كبيره كده اهي، هي زيها شايفين قد ايه اهي، هي صغنونه خالص مش باينه كده ان هي، لا هي الكاميرا اللي مبيناها كبيره، لكن بس هي اللهم بارك هي قد زي البيضه البلدي كده، قد البيضه البلدي. خلاص هعمل كده وهعمل بقى كل الحاجات كده ورا بعض، كل يعني الاشكال كده. انا هنا بقى مشغله فرن البوتاجاز علشان ايه يسخن الفرن واحط الحاجات دي تخمر فيه بس بعد ما يطفي اهو. شايفين اللهم بارك عامله ازاي، والسمسم باين فيها قمر كده، الله اكبر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. خدي كده عشان ما تطلعيش التخمير قوي منها اهي، تيجي عامله كده الله اكبر عليها، مخدومه صح اهي. شوفي مفيش عجين طالع في ايدي ولا اي حاجه، شايفين الجمال، مخدومه صح فتطلع معاكي صح الصح بامرك انت يا رب. اهم حاجه اخدمي الحاجه صح تديكي نتيجه فوق الممتاز. ممكن تكبريها شويه مفيش مشكله. بصي كل حاجه بايدك انت، اعملي اللي يريحك انت، والاحجام اللي انت عايزاها اعمليها انت، محدش شريكك في اي حاجه، كل حاجه اعمليها بمزاجك انت، فهتطلع معاكي اللهم بارك. انت صغننه اهو اللهم بارك، تطلع معاكي زي العسل ان شاء الله من ايديكي اهي. تدخليها في بعض كده اهي وتكوريها حوالين بعض وتطلع الكره القمر دي اهي. هنعمل تاني شكل ايه تاني هنشوف دلوقتي مع بعض، بس بنخلص خليه النحل القمر دي ونركنها على جنب تخمر ونعمل شكل تاني. بصوا الاشكال كتير بس ايه اعملي الاشكال كتير ان شاء الله. لو عملتي شكل ولا شكلين هي في النهايه وفي الاول وفي الاخر النتيجه هتبقى مضمونه وتبقى زي الفل. بس هقولك برضو على حاجه، هي الشكل بيفرق او الشكل بيفرق سبحان الله. يعني انا لما بعمل كحك العيد وباخد منه جزء كده اعمل منه قرص بالعجوه بيبقى طعمه غير، لما اخد منه جزء واعمل منه الكحك المفتول بيبقى طعمه غير سبحان الله. يعني نفس المقادير ونفس العجينه وهي واحده، يعني انا اخدت منها يا دوب قطعه صغننه عشان اعمل بيها حاجه تانية سبحان الله بتبقى نفس كل حاجه، بس سبحانك يا رب التشكيل بيفرق. شايفين الجمال اهي. هكملها بقى وارجع لكم. بصوا عملنا دي اهي، نركنها بقى هنا واجيب صينيه تانية دهنتها برضو اهي، دي كلها مدهونه زيت سمنه ايه، مدهونه زيت كده زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نعمل ايه، نعمل شكل تاني. دي نضيفه طبعا وزي الفل، بس حطيت كده ايه نقطه زيت من ايديا عشان اوريكم الشكل التاني الحلو القمر اللي هعمله. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفه العجينه عامله زي الملبن ازاي، ملبن يا ولاد والله اللهم بارك. شايفين اهي، هلمها كده على بعض واجي اعملها كده اهو وافرد كده اهو. عايزه اعملها ايه، هعملها زي الفريسكا النوع الشكل ده، يعني الشكل ده بيبقى طعمه حلو وحلاوه. لو رشيتي كمان عليه شويه سكر من فوق، عملتي البريوش بتاع شم النسيم برضو بنفس العجينه دي بيبقى معاكي حكايه. كنت عاملاه برضو ما شاء الله كان تحفه. هتعملي كده هتثبتي دي كده على الارض كده اهي، تيجي لفاها حوالين نفسها كده اهو. شايفين اهو اهي ولا اي حاجه. وتيجي الحته اللي باقيه دي هتعملي فيها ايه اهي اهي. شايفين الحته دي اهي، تيجي داخله تحتها كده اهي. شايفين الجمال اهو، وتيجي حطاها عادي جدا اهو في الصينيه وسيبها تخمر. نعمل واحده كمان نلفها كده على بعض وتكوريها وتيجي برماها طويل طوليها بقى كده على الرخامه بتاعتك ورفعي وطولي، رفعي وطولي اهو كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الاشكال دي بتخلي برضو العيال ياكلوا، لو حتى لو مفيش نفس العيال هتاكل اهو. نلفيها حوالين بعض كده اهي اهي وتحت ويلا على الصينيه اهو. شايفين الاشكال القمر ازاي، شكلها تحفه اللهم بارك. ممكن تعمليها قرصه عاديه جدا اهي، تمسكي كده اهو ماسكه القرصه كده اهي، فردتيها على الحته الناعمه دي كده جايباها كده ولمي بقى اهو، لمي كده دخلي لجوه اعمليها زي السره اهي. شايفه اهي
سره اهي، وتيجي جايباها كده ولفه حوالين داير في ايديكي اهو، شايفين اهي، وتيجي عاملاها كده، بططيها على ايدك مش هيجرى اي حاجه، تبططيها كده برده مش هيجرى اي حاجه، بططيها في الصينيه ولا اي حاجه اهو. اهو شايفين، وسعيها كده عشان ما تخمر، تبقى معاكي ملبن كده من جوه وتبقى زي القطن اهي. تنفع برده قرصه اهي، مدوره كده وقمر كده، شايفين اهي. يا رمضان نجينا من تاني يا رمضان، يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالخير يا رب، اللهم امين. ممكن تعمليها ضفيره طويله كده اهو، ممكن تستغني عن كل الاشكال دي وتعمليها قرص بس، القرص بس تبقى معاكي برضو حلوه، وتعملي لكل كيس تحطي فيه 3 4 قرصات على حسب عدد اسرتك، ولادك قد ايه وبيفطروا كام واحده. هتحطي مثلا لكل عيل في تعملي له كده في كل كيس، في الكيس اللي هتعمليه لكل عيل مثلا هياكل قرصتين يا ستي مثلا، او على حسب بقى ابنك او بنتك بياكل قد ايه، وحطي على عدد الاسره، وتيجي عامله كده اكياس حلوه زي الفل كده وتحطيها في الفريزر. هتعمل معاكي ايه؟ هتوفر معاكي كتير، توفر معاكي الفطار والعشاء. لو رايحه النادي خدي منها، لو مسافره خدي منها، لو رايحه الشغل كمان الصبح خدي منها، جوزك رايح برضو الشغل اديله، يصحى الصبح اعملي له كوبايه شاي كده وحطيها له جنبه. بصي نافعه في كل حاجه، شغاله في كل حاجه، بتوفر علينا كتير. انا بعملها على طول من غير تصوير والله يا جماعه، انا بعملها على طول باستمرار اهي. بس شايفين اهو، اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله. هكمل بقى كده الباقي وارجع لكم تاني اهو حبايبي. هسيبها تخمر بقى مره كمان وبعد كده ادخلها الفرن وارجع لحضراتكم بعد ما اسويها بامر الله. بصوا بقى حبايبي بعد ما خلاص بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، شايفين القمر، شايفين الجمال. هنا عملت الصينيه القمر اهي، شوفوا شايفين اللون، شايفين الحلويات دي، شايفين الحلويات دي، شايفين الجمال، شايفين الطراوه بتاعتها، اللهم بارك. ايه رايكم في الدقيقه بتاعتنا النهارده الحلوه دي؟ تعالوا بس نشوف المقصوصه بتاعتنا علشان نطلع، شوفوا بس طالعين ولا لا. ده صلاه النبي طالعين، مش محتاجين مقصوصه والله، اللهم بارك. اول ما تطلع معاكي من الفرن غطيها بالفوطه على طول، هتطلع معاكي زي الفل كده. شايفه الجمال؟ شايفه؟ انا افتح لك بس اوريكي قد ايه هي حلوه من جوه وجميله، اللهم بارك. شايفه؟ الله اكبر عليها. وده الدقيق يا جماعه بتاع الحبه الكامله خلاص، عشان اللي هتعملها صندوق كده. الله الله الله، حلوه حلاوه، اللهم بارك. عسل يا ولاد، عسل والله العظيم، الطعم بتاعها تحفه، تحسي كده اللهم صل على النبي ان انت بتاكلي حاجه اللهم بارك كده، حاجه اصيله من بتاعه زمان. خلاص انتوا بقى كل الكلام اللي بيتقال ومالناش دعوه بقى بالكلام اللي بيتقال، خلينا نرجع لايام زمان وايام الحاجات الحلوه. شايفين القمر دي؟ ايه رايكم؟ دي ست الناس دي، الله اكبر عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا بس نسلكها كده، بسم الله الرحمن الرحيم. هي لسه دافيه بس نحاول نسلكها ان شاء الله. بسم الله، الله اكبر الله اكبر. صلوا على سيدنا النبي واتفرجوا على الجمال. وشايفين الحلويات يا ولاد مستويه سوا، الله اكبر عليه. شايفين؟ شايفين الجمال؟ بس هي لسه سخنه، هي لسه سخنه يعني. شايفه القمر؟ شوفي بتفلت من كل حته من غير اي كلام، حلوه قوي ما شاء الله عليها. هرجعها في صينيتها تاني تهدى شويه عبال ما انا ايه ارص بقيه حاجتي كده واوريها لحضراتكم. هنا الدقيق معاكم اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا هنا الدقيق خلاص اهو. امسك بس كده انضف دي. وايه بقى دي؟ كل الحاجات اللي النهارده عملناها في الفيديو يا جماعه. خلاص تعالوا بصوا معانا، دي العاشوره اهي، دي اللي كانت باقيه معايا من امبارح. خلاص كنت عامله كتير بسم الله ما شاء الله في التلاجة. العيال كانت وشبعت امبارح وكانت كمان تاني النهارده. كل سنه وحضراتكم طيبين يا رب، عقبال كل سنه يا رب، اللهم امين. وده اللبن بتاعنا اللي احنا بنجيبه للشهر. خلاص ده اللبن بتاع الشهر يا جماعه. خلاص يا نهار ابيض على الجمال، شايفين الابيض؟ يا رب اجعل كل حياتنا بيضه وكلها هنا وسعاده وفرحه يا رب، اللهم امين. النهارده كله اليوم ابيض في ابيض. شايفين؟ شايفين الجمال؟ ده دقيق برده يا حبايبي. خلاص تعالوا كمان شويه اللبن اللي عملوا معانا. اتفضلوا معانا من اللبن اللي قاطع اهو. انا مش هرميه، هحطه في الفريزر، هحطه زي ما هو كده. خلاص اهو. كمان حته القشطه اللي طلعت معانا اهي. كل حاجه والله يا حبايبي قدامكم، انا ما جبتش حاجه من بره اهو. شايفين الجمال؟ اللهم بارك اهي. دي حته القشطه اللي طلعت معانا اهي، خليها هنا. واللبن بتاعنا كله اللهم بارك. الحاجات دي يا جماعه دي اللي بتعمر البيت.
دي اللي بتبقى الخير كله في البيت من الحاجات دي. ده بقى انت بقى حيره الفطار والعشاء. ولو انت في عيل من عيال بالليل جاع ولا حاجه، عشان انت عارفه احنا صيف بقى والعيال خدت الاجازه، والعيله هتقول لك طول الليل احنا بيبقوا سهرانين عايزين ياكلوا حاجه، يا ماما عايزين، يا ماما ايه، تيجي بقى سحبه كيس اللبن من دول واعملوا لهم بقى اي حاجه بقى تخطر على بالي. عفوا حبايبي. هتعملي مهلبيه ماشي، هتعملي اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله هتعملي لهم صينيه كيكه ماشي. ممكن تعملي الكيكه برده وتحطيها في علبه وتدخليها الفريزر، مش بيجرى لها اي حاجه. وترجعي تاني تعملي ايه تاني، اللهم صل عليك يا حبيبي يا رسول الله. القرص اللي عملناها دي برده حطيها في الفريزر، ما فيهاش اي مشاكل. وكده كل حاجه هتلاقيها في بيتك متوفره، والخزين هيبقى عندك بصوا بالكوم كده. يعني انت هتحوشي من اللي انت بتعمليه ده، لما تجيبي حاجتك كده اول باول وتجمعي حاجتك وتملي الفريزر عندك، هيبقى عندك الخير ملوش حل خلاص. ويبقى كتير صلاه النبي عندك، كل الخير يا رب. والتفريزات كمان اهم حاجه. ان شاء الله ننزل السوق، ما نزلتش من زمان، هنزل السوق اروح اجيب حبه تفريزات وارجع اوريكي جبت ايه من السوق والاسعار ايه، ونفرز ان شاء الله مع بعض شويه حاجات حلوين. بصوا بقى، تعالوا بقى نعبي مع بعض هنا في الاكياس اهي. هتجيبي كل كيس وتحطي على عدد افراد الاسره عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. حطي واحدتين 3 4 على حسب ما انت عايزه اهو. خلاص انا هحط هنا كده 4 في كل كيس. حطي 4 كده من القرص الحلوه دي اهي، شايفين اهي. وكده انت بقى خلصتي من حيره كل يوم في الفطار والعشاء. هتعملي ايه بقى؟ ممكن تعملي حوالي 3 كيلو من الدقيق كده، اي دقيق بقى زي ما عاملين الدقيق بتاعنا البلدي ده او الدقيق التاني براحتك خالص. واعملي ايه بقى، ما شاء الله كميه محترمه هتقعد معاكي حبه حلوين. لو عندك مساحه كبيره في الفريزر اعملي لك 2 3 كيلو، هيقعد معاكي شويه كتار. توفري على نفسك كل يوم فطار ايه ونتعشى ايه والكلام ده كله اهو. شايفين اهو. هنا بقى اللي انا اكلت منها دي برده، تعالي ندخلها جوه الكيس، ما فيهاش اي مشكله خالص اهي اهو اهو. شايفين اهو. اربطي كده الكيس اهو، تطلعيها هتفك معاكي في ثواني. هتحطيها على المطبخ قبل ما تقومي تعملي شويه شاي بلبن او شويه شاي عاديين او كوبايه نسكافيه، هتبقى معاكي فكه وتبقى زي الفل اهي. نجيب بقى الثانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى ايه، هنفلتها من بعض كده اهي. شايفين؟ عايزه تحشيها احشيها، مش عايزه خلاص سيبيها زي ما هي كده. شايفين جمالها من جوه اهي، ولسه كمان لسه سخنه. شايفه؟ اللهم بارك عليها، حلوه قوي. انا مش هعبي دي دلوقتي، خليها شويه تبرد عشان هي هنا كده سخنه. بس انا هحطها كده قدام حضراتكم تشوفوها. ادخلها بس هنا كده عشان تشوفوها، تفضل زي ما هي كده قمر كده بس كده. هي سخنه فمش هينفع اعبيها دلوقتي في الاكياس، لما تبرد شويه. دول بردوا عشان كانوا بعاد عن بعض. دي سخنه ليه؟ علشان دي لازقه في بعض. شايفين؟ يا رب الفيديو النهارده يعجبكم بقى. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناه وتشيريها لحبايبك واصحابك. ولو لسه ما اشتركتيش اشتركي وحطي لنا لايك حلو من ايديك، وصلي على سيدنا النبي في الكومنتات ودعوه حلوه من قلبك ولكم بالمثل. مع الف سلامه.